بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد صلتها قصص النبيين تيلو الندوي سيازدنا جين ديوش صدوش دروي دادغنش درسيح إبراهيم بيامر خلاص دولو عليه الصلاة والسلام ديتن دويلروي. ثانيا شزلغة أحسن القصص أجري خز ديتر. أحسن القصص أجري خز ديتر. حال خرداق رؤيا عجيبة تامشين غن. كان يوسف ولدا صغيرا. يوسف جيم كانتور وكان له 11 أخا تنا تعيت وشخله. وكان يوسف غلاما جميلا. يوسف شو خز كانت خله. وكان يوسف غلاما ذكيا. يوسف شوغ حيقل نئير خله بهم يولش خله. وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. تندين يعقوبنا قبولشو بريك تنوجرش لا دخويزش خله يوسف. ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة. تحنبس تتامشين غنجر يوسفا. رأى 11 كوكبا تعيت سيداء جيرتون. ورأى الشمس والقمر مالخبوت جيرتون كل يسجد له شينا سجدني بيوتش. تعجب يوسف الصغير كثيرا. دقجو تيتويلر يوسف تبلغخ. وما فهم هذه الرؤيا أزغين معنى نحقي تأتقيتره. ويلي ورسوا كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل. سجود مود سيدر تشاء بوت وأ ملخو استغن. ويلي يشوريز شين جندول شغين كيف تسجد سجود مود الكواكب سيدر تشاء والشمس ملخو والقمر بت لرجل استغن. ذهب يوسف الصغير إلى أبيه. تلتح جمت يوسف شيدين تأوغنا وحكى له هذه الرؤيا العجيبة. إشين جنا تامشين غان ديتر أتشيديغ. قال يوسف إيلر شيديغ يا أبتي هيسنداد إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. تعيت سيدا ملخ بوت جقسون غينخ. رأيتهم لي ساجدين سينا سجود ديش جقسونش. وكان أبوه يعقوب نبيا. تندا يعقوب بيامرور. فرح يعقوب بهذه الرؤيا كثيرة. يعقوب يجوغ سمق ديلر تنجينش غينخ. وقال بارك الله لك يا يوسف. دال بركة دويلحون هاي يوسف إيلر تنداس. فسيكون لك شأن تحديك بوه ليلر بو حكرخل حيوكخل. تسيلح هم ليلر دحوية ثاني. تدقهم ليلر دحوية ثاني. هذه الرؤيا بشارة قأبحش غاندحون إذ بعلم حوغح علم خلر قويتشه. ونبوة حوغ بيامر اللورك خلر قويتشه. هذه الرؤيا بشارة بعلم ونبوة. علما داقا بيامر اللي داقا اللوردش خلر قويتش غاندحونيز قأبهوني خزخ أنبحونيز. وقد أنعم الله إشت ديك مدلي الله على جدك إسحاق حديدين إسحاق ناء. وقد أنعم الله إشت الله ديك مدلي على جدك إبراهيم حديدين إبراهيم ناء. وإنه ينعم عليك سوى حون الأرض نعمة. وينعم على آل يعقوب إشت يعقوبا تحيا الناء. وكان يعقوب شيخا كبيرا. يعقوب قين وقستقور. وكان يعرف طبائع الناس نيغ آملش ديك يوزش ورئه. وكان يعرف يعقوب خوشور كيف يغلب الشيطان. شيطنو أدم كالمودتو شيطنو أدم إيش مودو. يعقوب خوشور وكيف يلعب الشيطان بالإنسان. شيطنو أدم عيغ مودو وقع يلعب بوغش معنى عيغ در بوغدو. وكان يعرف يعقوبا خأر كيف يغلب الشيطان. شيطنو أدم إيش مودو شيطنو طول موبقو. وكيف يلعب الشيطان بالإنسان. شيطنو أدم عيغ مودو. فقال تنديل إلير يعقوب يا ولدي هيسن كنت لا تخبر بهذه الرؤيا أحدا من إخوتك.
حيتحنا وشيق مدي إصلاح تغينه درج حيتحنا وشي إغان مدي إصلاح فإنهم يحسدونك تسار حغلو تريحون حيوت ويكونون لك عدوا ما استغيخ الله دعه تربعون إشحون شالع داقة حسد الإخوة وجرين حغ وكان يوسف له أخ آخر من أمه يوسف نانسون قيت وشور اسمه بنيامين تنس بنيامين وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا يعقوبنا تشوغ دقويز شور إشي وكان لا يحب مثلهما أحدا إشي سنجوغ قطع تويزرتون وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين وجري حغل يجبر يوسف تاء بنيامين تاء ويغضبون ترشن تاء ديرا برؤش ترشن يغزي برؤش ترشن تاء قرشمي برؤش كانوا يقولون وجرش آلر لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر ويدين يوسف بنيامين دقهن ويستيع ويلا وهما صغيران ضعيفان إشي جما غيلا ولشيح لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين ويهن تديستيع أسويدين يوسف بنيامين سن نحن شبان أقوياء ويغردلش كيجي نحمدو هذا أمر عجيب يمتهمشينهم دو وكان يوسف ولدا صغيرا يوسف جيم كانتور شاجيم خلريتري فحكى الرؤيا لإخوته شين جندل غان ديترتو شي وجشك وغضب الإخوة جدا يوسف وجري تشوغر دربلر يغز بغر كرزخ بويلر لما سمعوا الرؤيا تو ديتندل غان شين خزنة خينح واشتد حسدهم أق حلق تلا حق أغيلرتير حلق تلا جينيلرتير حق واجتمع الإخوة يوما وقالوا أق وجرش تندين حنقت إيلر اقتلوا يوسف وين دواق ويزش أو اطرحوه أرضا بعيدة يتنجين مت دقوس ويزيال حينئذ يكون أبوكم لكم خالصة أق شنشين وسرق شيدا ويكون حبه لكم خالصا أق أستنا شديزش خروئس شديزن أورز روئس قال أحدهم سانيقير تحم إيلر لا ها ما يسأل بل ألقوه في بئر في طريق تلا نخليل شلو نيقرش تنغوش قواس إز يأخذه بعض المسافرين جين ماك دعبي ولخبلو نيق هوشا أتشر حلاء واقن شيز دعوي قلورش بل ألقوه في بئر في طريق تلا نخليل نيقه يلو غوش قواشينش إز يأخذه بعض المسافرين دعسا ليلشبلو نيق هوشا تشر حلاء واقن دعوي قلورش ووافق عليه جميع الإخوة تتح بيرت بهر بريق وجري تتح برت خلر أتو وجرشي قول داق وفد إلى يعقوب ديخري يخنتوب يعقوب ديخر دا تيخنتوب ولما اتفقوا على هذا الرأي أتويلن دحشي برت خلشا جاءوا إلى يعقوب انتبه كرئش وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا يعقوب يوسف انشوغ سقتش تنسحهم خلان قيرشور وكان يعرف يعقوبا خأر أن الإخوة يحسدونه تنوجري تنسى حغلة بولاء ولا يحبونه تان اتوي زيلاء وكان يعقوب لا يرسل يوسف مع الإخوة يعقوب يوسف تحنها وغيتش واتر شي وجشتاني وكان يوسف يلعب مع أخيه يوسف شي وشي تاني لو شعار ولا يذهب بعيدا جين دعساء تسول وكان الإخوة يعرفون ذلك يوسف وجشنا إدرك خوشتر ولكنهم عزموا على الشر أما تحوونك دا ويلا ستنيال يرتير قالوا تير إيلر يا أبانا هيطان دا لماذا لا ترسل معنا يوسف تيتسات عن يوسف هنت وإيت ماذا تخاف استينه قيرحة هو أخونا العزيز إذا امتحومي وشوي وأخونا الصغير إذا امتجمخ والوشوي ونحن أبناء أب تخم تحندي بيرشدي والإخوة دائما يلعبون جميعا ونيغ وجري دائما تحني لوشخل
فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا تطخون سلوز تعني دغاء دغن تطخون سلوز ديريجي تعني دغاء دغن أرسله معنا غدا وأيتح إدخو يتقان يرتع ويلعب مرزو يتوش سمقا داقش لو زألوش وإنا له لحافظون طأو إذا لرو يروحون أرسله معنا غدا وأيتح إدخو يتقان يرتع ويلعب مرزو يتور يرتو سمقا داقر درتو لو زألوزر ورئي وإنا له لحافظون طأو إذا لرو يروح وكان يعقوب شيخا كبيرا قين وقستقور يعقوب وكان يعقوب عاقلا حليما حيق لئه كيد مرزا استقور يعقوب وكان يعقوب لا يحب أن يبعد منه يوسف شين أولي رأ جين ولي لا لؤش وازر يعقوب وكان يخاف على يوسف كثيرا يوسفا تعخلنا قيرش دخشوغو سقط يشوريس فقال لأبنائه أقيل يعقوب شيك انتشك وأخاف أن يأكله الذئب برزو وأن قيرسه وأنتم عنه غافلون أشعنا لتدشويتين شخينح شو تنترقوا يوشلسين شخينح قالوا بيرش إيلر تحق يعقوب كنترش إيلر أبدا ها ما بقدا سرئ كيف يأكله الذئب إموغورو برزو ونحن حاضرون تقول يحدلش تقوش يحدلش وكيف يأكله وإموغورو برزو ونحن شبان أقوياء نسقبلش كيجي نخلش وأذن يعقوب ليوسف أقبر بدليل يعقوب يوسفنا تارتاني وغب ديالو داق إلى الغابة ديتش يقي حنيولشي يرزش دولشي إلى الغابة يرزش دولشي بيودنيق حنيولش بيودنيق وفرح الإخوة كثيرا دق خسخي ترخيل وجرشنا لما أذن يعقوب ليوسف يعقوب يوسفنا بربدلش وذهبوا إلى غابة إذا يسنى حنخ بغرئش يرزش دولش بغرئش وألقوا يوسف في بئر في الغابة يرزش لح يولشو وتحرش كعيولشو غوش كوسيرتار يوسف ولم يرحموا يوسف الصغيرة جمش يوسف قنخية تمتخليرتار ولم يرحموا يعقوب الشيخ الكبير تنقين ديتا قنخية تمتخليرتار وكان يوسف ولدا صغيرا يوسف جيم كانت ور وكان قلبه صغيرا جيم دوغدلش وكانت البئر عميقة طائغو كورجير وكانت البئر مظلمة شوح بودني عرجأ يرئغو وكان يوسف وحيدا يوسف شاتع ورتو شوح ولكن الله بشر يوسف وقال له أما الله قبقش إيلر يوسف لا تحزن غيغني مخلح ولا تخف يقير مقير لح إن الله معك الله وهن حيتات عن وسيكون لك شأن تعداق خير درش تقوهن تعداق خير درش تقوهن سيحضر إليك الإخوة حول جدعبو غربلشبوهن تح حوجري وتخبرهم بما فعلوه أحسر نديسر دولشتون هرسر ليلين دولهم ولما فرغوا من شأنهم شجديرك ديناء بوله وألقوا يوسف في البئر يوسف شاشغوش قوشة اجتمعوا وقالوا تناقيتا دقبيولرش ماذا نقول لأبينا حينسا ويديقه إيردو ويال قال بعضهم تاريخ تحم إيلر كان أبونا يقول أخاف أن يأكله الذئب ويدا شام وريد دوش إبرزو وأن قير شابوخش فنقول له ويتنج إيردق صدقت يا أبانا مبقلي يرقحو هيت خداب قد أكله الذئب برزو ويق إبقل ووافق الإخوة على ذلك أتدح بيرت بغر إبجري وقالوا ستن بيرتار نحن نقول له ويتنج إيردو يا أبانا قد أكله الذئب هيت خندا برزو ويئنائس قال بعض إخوته أزوجش نق يتحم خاتر ولكن ما آية ذلك بلغلوه غيرتون يعني برزو ويئن خلر بلغلوه يدحقال قالوا تسار إيلر آية ذلك الدم تن بلغلو أن تيك يشتير دويال تن بلغلو تيخير دو آية ذلك الدم تن بلغلو تيخير دو وأخذ الإخوة كبشا وذبحوه أقوجرش تحكاه سعى لسنا تن أرس حقير وأخذوا قميص يوسف تلدع يوسف كوش سعى يسنا وصبغوه تن كوش وتيل كرشير وتيل حقير سار وفرح الإخوة جدا شوغو
بقي بيبر وجري وقالوا شين يقح إيلر تار الآن يصدق أبونا هنز تيشر ويدائل هنز تيشر ويديتشخ ويدائل أمام يعقوب قالوا داق يعقوبا حلخا وجاءوا أباهم عشاء يبكون سرح شيدين دبحكر إش بلخرشت قالوا تار إيلر يا أبانا هيت غدا إنا ذهبنا نستبق قوس دلدغنير طوع وتركنا يوسف عند متاعنا يوسف همنش لريويت نير أوغ فأكله الذئب برزو ويقيس تجح برزو ويقيس وجاءوا على قميصه بدم كذب خرتي جيتر تار تنكوش دح وقالوا تار إيلر هذا دم يوسف هرا يوسف يتيدق حون وكان أبوهم يعقوب نبيا تير دا يعقوب بيغمرور وكان شيخا كبيرا قين وقس تقور وكان أعقل من أولاده شيبيرش لاء بهم يلوش حيق لي قيتمي ورئيز وكان يعقوب يعرف يعقوبا خأر أن الذئب إذا أكل إنسانا برزو نقعسا أدم دئنح جرحه از برزوتون چو يشويخ أرتون وشق قميصه تصوتون دير كوش إيت ويشويخ أرتون وكان قميص يوسف سالما طاز وجرش حي أن يلو يوسف كوش هم مأخل زير تحن حياة يزير وكان مصبوغا في الدم دقة تتئي حقنير تين شو حقنير فعرف يعقوب أنه دم كذب يعقوب قيتر إخرت إيدوي وأن قصة الذئب يعقوب قيتر أجبرزخ لاشدول ديتر قصة موضوعة شجر تار قلن خرت ديتر خلرخ فقال لأولاده هتح شيبيرش إلر يعقوب بل هذه قصة وضعتموها مدر ألج الشجر خرت قلن ديتر دوئز فصبر جميل أما صبر ولدق وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديدا تلدح يعقوب تشوغ غيغني خلر يوسفا ولكنه صبر صبرا جميلا أما تشوغ خز صبر خلر إس يلول داق يوسف في البئر يوسف غوشعو ورجع الإخوة إلى البيت يوسف يجري شي هسمش كبير زر شي تبخر وتركوا يوسف في البئر يوسف غوشع وترسار وأكل الإخوة الطعام شي هسمش كأبير زن وجرش شي يأهما إير وناموا على الفراش شي متنش تدع بيشر ويوسف في البئر يوسف غوشع ولش يوسف غوشع وتن ولا فراش ولا طعام دعوجي يمتق يوتش يأهما يوتش ونسي الإخوان يوسف وناموا شي وش يوسف ويتونا إيوجري دعبيشر وما نام يوسف أما يوسف دعوجن واتر وما نسي أحدا يوسف انتعى ويتسولير وبقي يعقوب يذكر يوسف دائما يوسف دقل يوتش يوسف دقل يخش يوسف ويتش لاتش ور يعقوب وبقي يوسف يذكر يعقوب اشت يوسف ودائما يعقوب دق يخش يعقوب دقل يوتش وكان يوسف في البئر يوسف غو شحور وكانت البئر عميقة إغو جوك ورقير وكانت البئر في الغابة إغو حنش كحير إرزش لحير وكانت الغابة موحشة إحنش إرزش دولمتك آقمتكير أدم دوش متكر قيرمي متكر وكان ذلك في الليل بوس درئز وكان الليل مظلما بيسأير دق عارجيئا ورهول داق من البئر إلى القصر غوشر غاليشو وكانت جماعة نيقوي تعتوب خلة تسافر في هذه الغابة أسحن خليولش شاش يوحك يسر يا دعس بيولش أسحن خليولش نيقوي تعتوب خلة وعطشوا في الطريق قنيقة جوغ حق بلا وبحثوا عن بئر غوليخ بيول بلاش ورأوا بئرا تجح غونه بكة تسير فأرسلوا إليها رجلا يغويلشو شينوق يتستقوى غيتنسار ليأتي لهم بالماء تغوشو الشين خدعيد جاء الرجل إلى البئر استقى غون تأوينا وأدلى دلوه شيق الويدر غوشو دغيتنا غوشو قودينا ونزع الدلوة ويدر حال داخ غيرتشا فإذا الدلوة ثقيلة ويدر جوه دزخلة وأخرجها
تصو وزين إحال دحقشة فإذا في الدلو غلام أزويدر جوك أنتخله دهش الرجل ونادى تيتوال إنزروال محتوحنا أتستق يا بشرى مخز قأبحه هذا غلام كانت وخر وفرح الناس جدا تنخ جوغا خزخيت بولشناغا وأخفوه يوسف قيل وحقر دعلاج غير شيقح ووصلوا إلى مصر تلدح شاش مصر يدعقهتشي وقاموا في السوق بازر دعهتنا ونادوا محتو غرسار من يشتري هذا الغلام هركان حائز أشأل اشترى العزيز يوسف فبتش وإيتر يوسف بدراهم معدودة كزك درهم أشدل وباعه التجار مخلي الورخوش ويحكر يوسف وما عرفوا يوسف أما يوسف خندر تخا أرتان وذهب به العزيز إلى قصره فبتش دعوير يوسف شيغاليشو وقال لامرأته فتحو إيلر شيزوتشن أكرمي يوسف ديكلي الويلح يوسف إنه ولد رشيد حيق لقيت مئكانت وحون إز ورهز لغو داق الوفاء والأمانة تيشمي خلر أمانة لردر وراودت امرأة العزيز يوسف على الخيانة فتحي زوتشو شي دقر خايتر شين لأر خايتر يوسف تاني يامرت هندا خرط هندا فتحي زوتشو يوسف تقيخر يامرت لو يرن ولكن يوسف أبا أما يوسف انتلي إليه يوسف ريز تخلر يوسف دحل ويلر وقال يوسف إيلر كلا ها شيغر دالي الشوشم دات إزال أنا لا أخون سيدي سيئلا يا مرتخر واتسو إنه أحسن إلي توسونا ديك دنا وأكرمني توسو ديك لي الوشو توسا سيئدنا توسا لارن بنا توسا عنال دنا إني أخاف الله بقلاء الله قيرسو وغضبت امرأة العزيز تلدح اغز يغنشو اتبتشحي زوتشو وشكت إلى زوجها شي ميرچنغ قبال الخير لتقنبر وعرف العزيز أما بتشحن خار أن المرأة كاذبة شيزود خسل الشيلة وعرف بتشحن خار أن يوسف أمين يوسف تيشمي كانتوي فقال لزوجه شيزود چنگ إيلرتوا إنك كنت من الخاطئين حيئه قلتينرق أحلتين دقيقة حيئ قليالرق وعرف يوسف في مصر بجماله يوسف غرغ الور وجرق مسرح شي خزليت وإذا رآه أحد قال يوسف جنج ملخشو آلر ما هذا بشرا إذا أدم خلي لا مدعت إن هذا إلا ملك كريم إذا سيلعدك ملك دق واشتد غضب المرأة تلدح فتحي زوتشن يغزلو چاغيلر وقالت ليوسف سؤالر تاق يوسبي إذن تذهب إلى السجن هتا نبختي قوش الرقعال شاء لك تصدح نبختي والرقعال قال يوسف جواب تلرسن السجن أحب إلي نبختي غولح يخصون نبختي ديك يخصون إهم شيقر دالي يتشل وبعد أيام رأى العزيز تلدح غيح زاميالشي فتحي ستم خلر أن يرسل يوسف إلى السجن يوسف نبختي وغيد وكان العزيز يعرف دلحأه فتحا خوشم در أن يوسف بريء يوسف بيحكخت انوي ودخل يوسف السجن يوسف نبختي تشقوش الصلاداق موعظة السجن نبختي تشوح بن حيخم ودخل يوسف السجن يوسف نبختي تشوغر وعرف أهل السجن جميعا تلدح نبختي تشعمل بولشان بالقل ديلر أن يوسف شاب كريم يوسف دكانت خلر بالقل ديلر تان وأن يوسف عنده علم عظيم يوسف يعدق علم خلر بالقل ديلر تان وأن يوسف في صدره قلب رحيم يوسف ناقح قنخيت من دوك خلر يوسف كيرح در قنخيت من دوك خلر بالقل ديلرتان وأحب أهل السجن يوسف وأكرموه نباختي تشوح بولشان دوك ويزير تاق يوسف تنسى ديك خلاء بول بلرئش وفرح الناس بيوسف نباختي تشوح بولشنيغا يوسف تشوغ سمقا ديلر وعظموه سارتنا سيلا رنباء بولير ودخل معه السجن رجلان تنساتنا نباختي تشو
شستقوالير وقص عليه رؤياهما أن شنستقى شاشن جن خلدلو غنديتر يوسفي قال أحدهما تشنح تحم إيلر إني أراني أعصر خمرا أيس كمسي متقش غنقصون أيس شاغرنا كمسي متقش غنقصون وقال الآخر وقو إيلر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أيس سيكرتح بيبك حش قصون تأكله الطير منه الخزرش زوكيش دآدوش الخزرش زوكيش دآدوش سيكرتح أيس بيبك حش قصون وسأل يوسف عن التأويل ترشم خاتر يوسفي أتو غيني تدر مودتي معن هدوتي أز غيني وكان يوسف عالما بتأويل الرؤيا يوسف خوش ورغين اشتدر يوسف جوز ورغين اشتدر تيح وكان يوسف نبيا من الأنبياء يوسف بيامشخ بيامرور وكان الناس في زمانه يعبدون غير الله تن زمان شعناخ الله واتشن لول ديشبر عبادة ديشبر ووضعوا أربابا كثيرة من عند أنفسهم شجر بأبش دهتين وحبهكين ديلي برسير دقاء وقالوا الزامن تحخل بولشناغ آلر هذا رب البر هرا آريني ديلو وهذا رب البحر هرا خردن ديلو وهذا رب الرزق هرا رزق لا توشول ديلو وهذا رب المطر هرا دغد ايشول ديلو دغن ديلو وكان يوسف يرى كل ذلك ويضحك يوسف إدرج يقاقش ويلش عشور وكان يوسف يعلم كل ذلك ويبكي إدرج خآخوش ويلخش ور يوسف وكان يوسف يريد أن يدعوهم إلى الله يوسف إش الله تعوري قيقل أشور وقد أراد الله أن يكون ذلك في السجن الله تعوري نح قيقر نباختي يوسف دعدول دويل الله ألا يستحق أهل السجن الموعظة حق باستق نباختي عبيش تنحيخن با ألا يستحق أهل السجن الرحمة حق باستق نباختي تعب الشيخ هي تنبه شيخ هي ميخيل أليس أهل السجن عباد الله نباختي تعبش باستق الله ليش أليس أهل السجن بني آدم نباختي تعبش باستق آدمي تحينخ كان يوسف في السجن يوسف نباختي تعمور ولكنه كان حرا جريئا أما مرشاء ميرا استقور يوسف كان يوسف فقيرا قيم ور يوسف ولكنه كان جوادا سخيا دلح دقدك كمرشاء استقوريز إن الأنبياء يجهرون بالحق في كل مكان ويمرش دل بقدك دعور شخلش مسو متح إن الأنبياء يجهرون بالحق في كل زمان ويمرش ليجقى تسديش بقدك دعور شبو مسو زمن شح التول داقة حكمة يوسفا حكمة ديوشدو يوسفا حكمة هلاسدو إذا تحيوش درسيح قد ديوشر دويد والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.